بيناقش حاجات انا بتهيالي انسانيه البني ادم، ازاي لما يقع في مشكله يقدر نهايه دنيا ويبتدي دنيا جديده من اول وجديد بقوه وبثقه وبامل وبهدف في حياته. ازاي عيشتي نفسك في دور مذيعه التوك شو؟ انا اتعاملت معاها لانها بني ادمه. انا عجبني جدا في هبه كمذيعه ازاي هي بني ادمه، ازاي هي كانت مذيعه سياسيه فبتحتاج تعمل فرقعه وبتتعامل مع السياسيين على انهم ماده انا بعيد عنكم ومليش دعوه باللي انتوا بتعملوه، وانا بعرض وبعمل فرقعه من ده. وبعد كده لما حولت طريقه تقديمها للبرنامج وابتدت تتعامل مع بني ادمين بسطاء جدا في المجتمع، بقت عايزه تعمل مواضيع مهمه وتمس الناس بيها، بس في نفس الوقت محترمه جدا انسانيه اللي قدامها. مظبوط. منى، انت اتفرجتي على توك شوهات كتير، برامج، ولا درستي الموضوع ازاي؟ انا متاكد انك انت دخلتي نفسك في مود معين قبل ما تبداي التصوير. عملنا بروفات كتير جدا انا واستاذ يسري وبقيه كاست العمل. يعني هو بيته كان مكان البروفات اللي بننقل فيه العفش طول الوقت على جنب ونبني شكل قريب من الخيال استاذ يسري ونعمل ميزانسين ويصور بكاميرا فيديو ونبتدي نتكلم على كل تفصيله ازاي هي كل بني ادمه بتقعد معاها بتاثر وبتلمسها من انهي حته، ازاي بتاثر فيها، ازاي بتكتسب في الاخر قوتها من كل الستات اللي هم بسطاء جدا وواجهوا حاجات صعبه جدا في حياتهم بتكتسب قوتها منهم. في حاجات لفتت نظري جدا الحقيقه السينما بتجسدها فبتقربها لنا، ربما يكون واقع قدامي بس انا بحس ان الواقع مر قوي. زي مثلا البنت اللي كنتم مسميينها سلمى حايك مصر. طبعا دي بنت بريزنتبل قوي، شكلها كويس جدا، مظهرها كويس جدا، لغتها كويسه قوي، بس لما بتروح وتسيب الشغل او محل العطور بتروح مكان تاني خالص، بتغطي شعرها، بتركب مترو الانفاق بيتحرش بيها ناس. لان في سيدات كتير في المجتمع لابسين الحجاب زي اللي هو ولا يعني شريحه كبيره، مش عايزه اقول كبيره بس في شريحه، بلاش احدد كبيره ولا صغيره، مضطرين يلبسوه. ليه؟ عشان ما يتهنوش، عشان انسانيتهم وادميتهم ما تتهنش كامراه ماشيه بشكل عادي. وهو المجتمع دلوقتي بيهين الست اللي ماشيه مش مغطيه راسها، بيهين المراه عموما بغض النظر هي محجبه او مش محجبه. طب عندك تفسير لكده؟ ان احنا مجتمع ذكوري جدا جدا. ان الناس بقت بتهيألي واخدين، لان ده موجود في الاديان كلها، واخدين الدين من بره، ناسين من جوه ديننا بيقول ايه على الست وبيحترم الست ازاي، وازاي سيدنا النبي كان بيقول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ان النساء شقائق الرجال. ناسين حاجات كتير جدا يعني معرفش، بيتهيألي هي كده يعني. وكمان جزء من ده المرأة هي السبب فيه. مفيش شك. انت عملتي الدور ده يا منى لانك انت مؤمنه ب يعني ضروره تحسين وضع المرأة في مصر. اكيد. عمري ما افتكرتك قبل كده انك انت مهتمه بالقضيه دي. لا، ما هو بص يا معتز، انا باديه من وانا عندي 13 سنه يعني صحيح. كنت سني صغير جدا. كل ما بقيت اكبر كل ما في انا عايشه في وسط مجتمع صح، ودي بلدي وبغير عليها. ازاي مصر اللي كانت يعني هي متقدمة كل الدول العربية وهي الرائدة في الفكر والثقافة وفي حاجات كتير جدا، فجأة بقينا بنرجع لورا، وبنرجع لورا مش حتى بفكر أو بمنطق، لا بنرجع لورا عشان بس عايزين نرجع لورا، عايزين نرجع نقعد في كهف. فبقيت غيرانة على بلدي طول الوقت، حاسة اني عايزة. طبعا انا حظي كويس، انا مش بقول ان انا بس الوحيدة في جيلي، اكيد في جيلنا ناس كتير مهتمين بقضايا زي دي، بس ما فيش كتاب كتير زي استاذ وحيد حامد. صحيح. فيش ناس كتير بتكتب ده وبتقدم ده وبتصيغه بشكل سينمائي كده. ان انت ما تبقاش بتدي دروس، انت بتوري شريحه تخلي الناس بجد زي ما انت قلت تخرج تفكر. تخرج تفكر ايه ده، ليه كده. انا طول الوقت كان الحاجات دي في دماغي. اكيد انا كمرأة ازاي بشوف الناس بتتعامل
بتبص نظره كده لتحت، مش قادره اصدق ليه. وكمان مهم دلوقتي نقدم يعني فيلم زي ده، لان بقى يطلع قوانين مع المرأة وفي صفها. لازم هي بقى اللي تتكلم، لازم هي بقى اللي تعبر عن نفسها وتستغل ده عشان يخدمها كبني آدمة. في رسالة بتتقدم في الفيلم، وأرجوكي إنك تصححيني لو أنا غلطان يا منى، بس الحقيقة هي كانت رسالة تقيلة قوي عليا أنا شخصيا كرجل مصري وعربي، يعني إنه مفيش رجالة في البلد. لا ليه؟ وده شيء يعني احنا لو اتكلمنا عن الراجل، النخوة والشهامة والجدعنة والاحتواء والعطاء، انتوا قدمتوا نماذج. عايز اقول لك عايزه ضرب لا بس هم مقهورين برضو. انا يعني فاهم، بس قولي لي نموذج عدل. الوزير النصاب اللي بينصب على واحده ست معاها شويه فلوس. بس حتى الستات غلطانه. الولد اللي بيضحك على ال3 اخوات ومقضيها معاهم هم ال3. ثواني يا معتز، حتى الستات غلطانين، غلط راكبهم من فوقهم لراسهم. انا فاهم، لكن بس الراجل اتقدم. حتى الراجل اللي هو رايح يتجوز وترشحت له سوسن بدر عايز ياخد مرتبها وهو راجل مقتدر. تنكر كميه الستات اللي بيشتغلوا دلوقتي يعني في المحله الكبرى على سبيل المثال، وان هم اللي بيعولوا البيت، وان الراجل قاعد في البيت ومستني الست تصرف عليه. انا ما انكرش، بس عايز اقول يعني ما شفناش راجل عدل. احنا بنعمل مسح للمجتمع يعني. ده انتوا مسحتوا الرجل مش المجتمع. لا اكيد مش قصدنا كده، اكيد في. بص انا دايما بحب اشوف الناس تبص المستقبل بشكل كويس، فاكيد في ولا يمكن تعمم قاعده على اي حاجه في الدنيا. صحيح. فلا اكيد في يعني، بس هو الفيلم دراميا كان بيحتم يوري كل النماذج دي. مظبوط. لان حتى الستات في اوقات كتير هم نماذج سيئه. الحلو في الفيلم ازاي بنبين الست لما تعمل مشكله او تقع في مشكله في حياتها انها ازاي تكمل وتكمل صح وتكمل بامل ويبقى ليها هدف، وان نهايه حياه معناها بدايه حياه جديده. مظبوط. تكنيك العمل بتاع مذيعه التوك شو، يعني النظرات للكاميرا، طريقه القاء الاسئله، طريقه الحميميه مع الضيف او الضيفه بتاعتك، بمعنى اصح انت ضيوفك كلهم كانوا شهرزاد، وهو احكي يا شهرزاد. انا فهمت طبعا بعد ما دخلت ليه احكي يا شهرزاد. انا كنت فاكر ان شهرزاد هي منى زكي، لا، انما طلعت شهرزاد هي المرأة. هي المرأة اللي لازم تستخدم عقلها، لان هي الوحيدة شهرزاد اللي شهريار ما قتلهاش. لانها استخدمت عقلها. فانت دخلتي في طريقة عمل نقول ايه، الصحفية التلفزيونية. ده بسبب انك انت دارسه اعلام اساسا؟ انا كليه اعلام. مش كده؟ انا عارف انك انت دارسه اعلام. لا بس كمان استاذ يسري، انت ما عندكش فكره هو مخرج بيعشق الممثل اللي قدامه ازاي. ومش قصدي انا يعني، ما انا كان كل مشاهدي مع زمايل قدامي. مظبوط. كنتوا بتخرجوا من الاستوديو بتروحوا للقصه وترجعوا تاني. لا انا بقى كان بيحصل ان احنا قبل ما نبتدي الفيلم انا طلبت من استاذ يسري حاجه. قلت له ممكن اطلب منك حاجه، ان انا وقت التصوير لما ادخل اوضتي، ان انا عايزه اعمل مشهد وادخل اوضتي ومحدش يكلمني ومحدش يدخل يرغي معايا في اي قصص ولا اي حاجه. تمام. قال لي ماشي زي ما انت عايزه. وكان طلبي عشان تركيزي بس مش اكتر يعني، مش لاني بالرويه ولا اي حاجه، بس عشان ده بيخليني اعرف اركز اكتر. واللي حصل اني لما لقيت جو الشغل بتاعه بشكل بروفيشنال يعني محترف ومهني جدا جدا. ما بقيتش ادخل اوضتي، انا بقيت طول الوقت والاضاءه بتتظبط وحد ممثل بيجهز، انا قاعده مع استاذ يسري بنتكلم في تفاصيل، بنعيد ونزيد في بروفات، يطلع منك حاجه تلقائيه ممكن اي مخرج ما ياخدش باله. لا استاذ يسري يبقى مراقبك بكل تفصيله انت بتعملها. تمام. بتعملها ازاي، ويلقطها ويقول لك انا هعمل ستريس على الحته دي فتعيديها لي لما نيجي نصور. طب ده كلام جميل جدا، مفيش شك انك بتتكلمي على مدرسه اسمها يسري نصر الله. طبعا مفيش شك، وانت يعني عايز اقول انك تشربتي منها كتير قوي وانت بتأدي المره دي. ده اكيد.